باقة قنوات الجوكر باقة كاملة لسه نازلة دلوقتي على النايل سات، مكونة من 5 قنوات أفلام ومسلسلات وسينما وكلاسيك ودراما. القنوات ديت هنتعرف عليها في الفيديو ده، وأعرفك ازاي تنزل التردد وازاي تقرب القناة بكل سهولة إن شاء الله. لو لسه أول مرة تشوفني فأنا مصطفى إبراهيم، ولو مش مشترك في القناة ياريت تنزل تشترك دلوقتي وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وتابع زي ما حضراتكم شايفين أهو قناة الجوكر سينما واللوجو بتاعها، وقناة الجوكر دراما، وطبعا مكتوب عليها قريبا لأن هي بس تجريبي لسه ما فتحتش. وادي اللوجو الخاص بقناه الجوكر مسلسلات، وقناه الجوكر افلام زي ما موجود قدامك اهو اللوجو الخاص بيها، وقناه الجوكر حكايات، وده كلهم في تردد واحد. اعرفك في الفيديو ده ازاي تنزل التردد وازاي تقرب القنوات اللي لسه نازله عندك دي بكل سهوله ان شاء الله. نخش في الشرح عشان ما اطولش على حضراتكم. الشرح اللي موجود قدامك ده شرح على رسيفر اتش دي، فيا ريت محدش يجري الفيديو ويمشي على الخطوات لحد النهايه، وانا هخليك تنزل القناه وتقربها بكل سهوله. اول حاجه بنعرفها عشان ننزل القناه بنعمل ايه؟ بنخش على المنيو، ومن هنا بيظهر عندي قائمه التركيب. قائمه التركيب اللي موجوده قدام حضرتك دي بدوس عليها اوكي، بيظهر عندي ضبط الهوائي، قائمه الاقمار الصناعيه، قائمه الترددات. بنزل على ثالث خانه وهي قائمه الترددات اللي موجوده على الرسيفر بتاعنا، علشان يظهر عندي جميع الترددات اللي موجوده على قمر النايل سات، وده معدل الترميز، وده الاستقطاب بتاعنا سواء في او اتش يعني عمودي او افقي. هنركز تحت هنا هنلاقي مكتوب اضافه بالاحمر، تحرير بالاخضر، شطب باللون الاصفر، بحث باللون الازرق. طب الالوان دي موجوده فين؟ موجوده قدامك اهي في الريموت بالترتيب احمر اخضر اصفر ازرق. هنعمل اضافه بالزرار الاحمر، هيظهر عندي هنا اضافه مرسل او اضافه تردد جديد. هنكتب التردد الخاص بالباقه النهارده وهو 11680 11680. وبننزل هنا على معدل الترميز بنكتب 27500، والاستقطاب بنخليه زي ما هو عمودي او في او فيرتيكال او رأسي زي ما الرسيفر بتاعك كاتبها بالظبط. هندوس اوكي، هيقول لي ان التردد موجود وبينقلك على مكان التردد، لان التردد انا ضايفه على الرسيفر. ويرجح طبعا ان اللي يكون عندك رسيفر اتش دي عشان تستمتع بجميع القنوات اللي موجوده على التردد ده. بعد كده بدوس اوكي، بيديني علامه صح، بيظهر عندي اللي هو علامه صح زي ما حضراتكم شايفين، وبتجيلي رساله البحث اللي موجوده دي بالزرار الازرق. هنضغط ضغطه واحده على الزرار الازرق اللي موجود هنا ده، هيظهر لي قائمه البحث. ما بغيرش اي حاجه في الاعدادات غير ان انا بدوس اوكي. اول ما بدوس اوكي مبروك علينا، التردد بينزل كامل زي ما حضراتكم شايفين، وبينزل لي 42 قناه منوعات، بس انا يهمني القناه اللي انا عامل الفيديو عشانها. بعد ما انزل التردد هتجيلي رساله حفظ نتيجه البحث تاكيد، بدوس نعم. اول ما بدوس نعم اوتوماتيك على طول بلاقي الرسيفر خرجني بره زي ما حضراتكم شايفين، والقنوات بتنزل في اخر البند طالما هي مش موجوده عندك، يعني في اخر قائمه القنوات. طيب بعد ما نزلنا القناه عايزين نعرف بقى ازاي نقربها. هنشوف القناه اللي احنا عايزين ننقلها، وهنخش تاني على المنيو. بيظهر عندي هنا قائمه القناه، قائمة القناة بدوس عليها اوكي، بيظهر عندي ادارة القنوات بدوس عليها اوكي، ومن هنا بختار القناة اللي انا عايز انقلها. نفترض ان احنا عندنا في الفيديو في القناة ديت موجود عندنا قنوات بيروت، عندنا قنوات دولي، قنوات هلا، كل ديت باقات قنوات كيو اللي هو دراما وافلام. فاختار القناة اللي انا عايز انقلها. نفترض ان انا عايز انقل اهو قناة كيو، بدوس عليها اوكي، بيديني علامة صح على القناتين اللي انا حددتهم، وبروح المكان اللي انا عايز انقلهم فيه. نفترض ان انا عايز انقلهم على رقم 1 رقم 10 رقم 100، بقف في المكان اللي انا عايز انقلهم فيه اهو، وبدوس هنا كاتب لي حرك بالزرار الاصفر. الزرار الاصفر اتفقنا موجود قدامك في الريموت، هنضغط ضغطه واحده عليه علشان يظهر عندي القايمه هنا زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. بعد كده بدوس اكزيت، بيكتب لي حفظ البيانات، وبخرج بره عشان اتاكد بلاقي القناه اللي انا نقلتها بقت في المكان المحدد بالظبط. وبكده وصلت معاكم لاخر الفيديو. يا رب الشرح يكون عجبكم. ما تنسوش يا جماعه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو في اي استفسار سيبهولي في التعليقات وانا هرد عليكم بنفسي. وطبعا لو وصلت معانا لاخر الفيديو هنا يا ريت تدعمنا بشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس وتخلي غيرك يستفيد. وعطر لنا يلا التعليقات بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان معكم مصطفى ابراهيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.